ورحمة الله وبركاته. عملت لكم تورتايه تحفة بمناسبة راس السنة، تورتة بابا نويل والزرع الجميل والتلج الجميل. شايفين حاجة فاخر من الآخر. تعالوا كده أوريكم احنا عملنا التورتايه الجميلة دي ازاي. علشان نعمل احلى تورتايه لراس السنه هنعمل الكيكه الاسفنجيه. عندي عدد 6 من البيض هنحطهم في البوله، نسمي ونصلي على رسول الله. هضيف معلقه من الفاني او من الفانيليا وهخفقهم كويس لغايه ما يتجانسوا كويس جدا. بعد ما خفقنا البيض زي ما انتوا شايفين، عندي كوباية من السكر هضيفها شوية شوية وهقلبهم. لغاية لونه ما يبيض زي ما انتوا شايفين وتزداد الكمية تتضاعف. عندي نص كوباية من الزيت هضيفها شوية شوية وهشغل لغاية الكمية ما تنتهي. نسمي ونصلي على رسول الله. كوباية الا ربع من الحليب هحطها شوية شوية لغاية ما تنتهي الكمية. كده بعد ما خفقناهم كويس جدا، عندي قد معلقة من الخل هضيفها تاني. عندي كوبايتين من الطحين او من الدقيق هنخلهم عليها شوية شوية كده. وبالسباتشولا اقلب من تحت لفوق عشان الهواء في اتجاه واحد. وهكمل بقية الكمية. عندي معلقة من البيكنج باودر هحطها وهحط الطحين واكمل شوية شوية واقلب بالسباتولا في اتجاه واحد. وكده نكون خلصنا دمج مع بعضيهم، قلبناه تقليبه كويسة. شايفين هو ده القوام. نسمي ونصلي على رسول الله. عندي الحلة بتاعة الكيك انا حطيت في الارضية ورق الزبدة ودهنتها بمادة دهنية باي مادة دهنية انت عايزاها. ونسمي ونصلي على رسول الله. درجة حرارة الفرن على 180 ونحطها كده. بسم الله ما شاء الله. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لساعة الا ربع، تقريبا 45 دقيقة. ولما تطلع نشوف الخطوة اللي بعد كده. كده طلعنا الكيكة الجميلة بتاعتنا. هحط على الشبكة وهقلبها عليها. شايفين جمالها؟ بسم الله ما شاء الله. هشيل الورقة من عليها. شايفين طرية ازاي؟ هسيبها بقى لما تبرد في التلاجة ونشوف الخطوة اللي بعد كده. قطعتها زي ما انتوا شايفين لأجزاء كده اهوت وطرية وجميلة وزي الفل. عندي كوبايتين من الكريم شانتيه. انا بصراحة بستخدم دريم نوع كويس جدا، يعني ال5 معالق بيتحط عليهم 200 مللي من المية المثلجة او من الحليب. نسمي ونصلي على رسول الله. هضيف الحليب وهشغل عليها. نشغل على اوطى حاجة لغاية ما يندمجوا مع بعض.
وبعد كده اعلي السرعة لمدة 10 دقايق لما يدينا قوام الكريم اللي احنا عايزينه، لغاية ما يدينا القوام اللي انتوا شايفينه ده. هجيب البوردة واحطها، احط حتة من الكريمة علشان تثبت لي التورتة بتاعتي بالشكل ده كده. نسمي ونصلي على رسول الله. انا عندي السيرب ميه مغليه بالسكر، او ممكن تستبدليها بحليب بالسكر زي ما انت عايزه. وهنسقي الكيكايه بتاعتنا بالشكل ده عشان تبقى طريه وجميله. هي طبعا طريه بس دي بتديها قوام بيكون تدوب ذوبان كده في بقك وانت بتاكليها. احلى تورتايه هتاكليها بالطريقه دي. واحط الكريمه عليها. ممكن لو عايزه بالشوكليت تحطي فيها الكاكاو. انا حاطه في يعني معلقه واحده عشان نغير بس الكيكه بتاعتنا تدينا طعم جميل جدا. هحط التانية عليها واظبطي ايديكي. نسمي ونصلي على رسول الله. وهعمل نفس الطبقه بنفس الطريقه. هنجلسها بقى بعد ما حطيت الكريم شانتيه فيها. حطيت لون اخضر وعملت زي الورق الشجر كده مرمي على الارض. باي شكل عشوائي اعملي هتديكي منظر جميل بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. اي ورقه كده اهو، شايفين المنظر كأن ورق مرمي على الارض. حطيت الابيض بقى وهنعمل شكل التلج كده باي شكل عشوائي. اي حاجه هتطلع من ايديكي زي العسل. وكده ادي التورتايه. كل سنه وانتوا طيبين. خلصناها وعملت الجرنيش. انا يمكن التصوير ما كانش شغال بس شايفين جميله وسهله ورقيقه زيكم. كل عام وانتم بخير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. وكل عام وانتم بخير.